السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معانا هنا بقى طبق فتة، طبق الفتة المصري على أصوله، بطريقة زمان، بطريقة أجدادنا، بريحة زمان وطعم زمان. أحلى فتة تاكليها بالطريقة دي من إيد أجدادنا. أحلى فتة وطعم الفتة وريحة الفتة اللي بالخل والثوم اللي مودية لآخر الدنيا. شتا يعني فتة ودفى، وتاكلي كده وتنبسطي وتبسطي اللي حواليكي بطبق الفتة الحلو التحفة بتاعنا ده. هو سهل وبسيط، بس عايز عيش بلدي فلاحي علشان تعملي فتة على أصولها. يبقى معاكي عيش بلدي فلاحي من بتاع زمان، وتنشفيه كده في الفرن وتاكلي أحلى فتة ورز مفلفل، وتدعيلي إن شاء الله. طبق الفتة دوت هتخلي البيت كله دفى، هتخلي البيت كله بريحة زمان وشكل زمان بقى. ويلا بينا نسمي ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ونخش نشوف الفتة التحفة بتاعتنا دي عملناها ازاي. بس لما نرش الصلصة بتاعتنا كده على الوش ونبدأ الفيديو التحفة الجميل بتاعنا دوت. اول حاجة هنبتديها هنا مع بعض، هنعمل الرز الابيض المفلفل التحفة اللي انت شايفاه ده. معانا قطعة من السمنة البلدي الفلاحي، فتة يعني سمنة فلاحي. تحط قطعة حلوة كده وتنزلي بالرز بتاعك، تقلبيه في قلب السمنة لحد ما يخروش معاكي كده، وبعدين تزوديه بشوربتك الجميل. شوربة بط بقى، شوربة فراخ، شوربة لحمة، بس يا ريت الشوربة هنا تكون دسمة وحلوة علشان يدي تيست معاكي حلو قوي للفتة بتاعتك. هتسيحي السمنة كده وتنزلي بالرز بتاعك تشوحيه في قلب السمنة. لما يخروش معاكي، هو ما بيحمرش، يا دوبك بيخروش كده، تحسي ان انتي خلاص الرز بتاعك عايز يتزود شوربته، تزوديه وتظبطيه. ونكمل بقية الوصفة. دي كانت شوربة فراخ، بس كانت ما شاء الله دسمة وحلوة، فدت تيست حلوة أوي للرز وللفتة بتاعتنا. قلبيه تقليبة حلوة، اظبطي الحدق بتاعك، اقفلي بقى غطا حلتك وتعالي نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. معانا قطعة من السمنة الزبدة الفلاحي برضو، عليها معلقة من التوم المفروم. هنقلبه كده لحد ما يصفر علشان نعمل الصلصة التحفة بتاعتنا بتاعة الفتة. يلا لايك وشير للفيديو، واللي اول مره يشوفنا يا ريت ينورنا باشتراكه في القناه عشان يوصلوا كل جديد، كل حاجه جديده احنا بنعملها توصلوا، ونقدر نفيده ونفيد غيره ان شاء الله. معانا حبه هنا من الفلفل الاسمر وحبه من التوابل، وبعد كده هننزل بالطماطم بتاعتنا علشان تاخد وتدي كده مع التوم مع السمنه الزبده الفلاحي ده، وريحتك بقى قلب الدنيا، والناس عماله تقول ده بتعمل ايه. عايزين نعمل العيش بقى بتاعنا. العيش بنعمل ازاي؟ برضو قطعة من السمنة الزبدة الفلاحي. كل وصفتنا النهاردة بالسمنة الزبدة الفلاحي. فتة عايزة تاكلي فتة مصرية على أصولها، يبقى لازما سمنة زبدة فلاحي مع التوم بقى، والريحة اللي بتقلب كيان من تاني. هنقلب التوم مع السمنة الزبدة كده، وبعدين تنزلي بمعلقة خل. مش محبة الخل، ادي عصرة ليمونة. بس فتة يعني توم يعني خل. هنحط حبة من الكمون كده على التومة بتاعتنا علشان نخلي ريحة التومة تظهر مع السمنة البلدي. وبعد كده هتنزلي بمعلقة الخل، وبمعلقة الخل بعديها كوباية من الشوربة. اهي دي معلقة الخل اهي. بص الريحة بقى ايه، يا سلام. جربي الفتة المصرية بالطريقة ديت هتعجبك قوي. معانا هنا معلقتين بقى، كوبايتين قصدي من الشوربة الدسمة برضو، وهنسيبهم يغلوا كده مع بعض، وننزل عليهم بكبشة من الصلصة اللي احنا لسه عاملينها برضو بالسمنة الزبدة الفلاحي. ريحة توديك في اخر الدنيا. اعملي الفتة وجربي. معلش معذرة وقعت مني لاني ماسكة التليفون بايد وبعمل بالايد التانية. ادي بقى العيش بتاعنا الفلاحي يا جماعة، ماسكينه كده محمصينه في الفرن، وننزل عليه بالشوربة بتاعتنا وبالدقة الحلوة اللي احنا عملناها للعيش دي. جربي الوصفة هتعجبك. لو انت ما عندكيش عيش، الناس بتبيع العيش دوت في الشارع، تاخديه وتنشفيه في الفرن بتاعك كده وتعملي بيه احلى فتة فلاحي مصري تحفة بريحة زمان وطعم زمان. ريحة تخلي كيان البيت كله مقلوب بريحة الاكل بتاعك. احلى فتة تاكليها بالطريقة دي، ريحة وطعم وشكل تحفة.
اديها بقى تقليبة حلوة كده. لما تحس ان خدت كل الشوربة اللي موجودة في قلب الطبق، بتنزليها وتقدميها بالشكل الجمالي التحفة بتاعك ده. العيش طبعا دوت، بصي بتاع الفتة، مخلي الفتة بتاعتك طعم خطير جدا. جربي الوصفة ان شاء الله، وصفة سهلة وسريعة وبتدفي في الشتاء. وطبعا اكلات زمان لا يعلى عليها، اكلات زمان بطعم وريحة زمان، بصي بتخليكي يعني بتاكلي الاكل وانت مستمتعة بيه، لان من ايد اجدادنا وريحة زمان. يعني مفيش اكل احلى من كده. وطبعا كل الاطفال لما بتشم ريحة الاكل دوت، اللي ما بياكلش هياكل ونفسهم هتتفتح على الاكل، وربنا يحسن ما بين ايديكم. رز بقى طبعا مفلفل بتاعنا جدا، عاملينه بالسمنة البلد الفلاحي وبشوربة كده حلوة ودسمة، فمخليين التيست عالي جدا، مخليين الريحة قلب المكان. يلا اتفضلوا معانا تاكلوا احلى فتة بألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. هنخلي بقى الصوص الطماطم على الوش، الصلصه اللي احنا عاملينها كده مع بعض، تقدمي بقى معاها فراخ، تقدمي معاها لحمه، احلى حاجه. ما تنسيش اللايك والشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.